خلينا نخش على النقطة اللي بعد كده. أنا علشان أضمن تواجد العميل داخل الصفحة بتاعتي لازم أديله قيمة مقابل التواجد ده. يعني كمثال، لو أنت موجود عندي على الصفحة بتاعتي على فيسبوك، فأنت موجود عندي ليه؟ علشان أنا بقدم لك معلومات قيمة في مجال التسويق بشكل مجاني، فبالتالي أنت بتتابعني وموجود عندي في البيج بتاعتي عشان أنا بديك المعلومة دي. أنت كمان لازم تدي العميل بتاعك قيمة مقابل وجوده في البيج عندك. اديله خصومات كل فترة، اديله شحن مجاني للناس اللي عاملة لايكات للبيج، نزل له محتوى قيم يستفاد منه. فبالتالي لازم تدي للعميل بتاعك قيمة مقابل وجوده في البيج عندك. طب والاستراتيجي دي هدفها ايه؟ هدفها ضمان تواجد العميل داخل الصفحة بتاعتك بشكل مستمر، مش ان العميل يزهق منك او يعمل لك انفولو او يشيل اللايك بتاعته من على البيج عندك. لازم تضمن تواجد العميل عندك عن طريق بقى ان انت بتقدم له قيمة معنوية، قيمة مادية، قيمة تعليمية. لازم تديله قيمة مقابل التواجد في البيج بتاعتك.